السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنديروا معسلات رمضان كتجي سهله ولذيذه بزاف بورقه الفيلو واللوز. تقدروا تعوضوا اللوز بالكاوكاو بطريقه سهله وكيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف. تبعوا معايا الطريقه. هنا خديت رابعه ديال اللوز اللي قليتها. اللي ما بغاش يقليها يقدر يدير فيها شويه زيت ويدخلها للفران يحمرها. طحنته بحال هكا كتشوفوا خيطو شويه مهرمش، ما طحنتوش مزيان باش ملي نكونوا ناكلو كنحسوا كناكلوا اللوز. عندي معلقه ديال القرفه غير صغيره، كتجي المذاق ديالها لذيذ بزاف، كيجي مواتي مع اللوز. عندي هنا الزبده، خديت غير شويه ديال الزبده ما كثرتش، واحد 2 المعالق بحال هكا حتى 3 غير باش نجمع بهم اللوز ما غنجمعوش مزيان، غير شويه كيتجمع صافي. وخليكم معايا تشوفوا الطريقه. خديت هنا الورقه ديال الفيلو فرقتها، كتعرفوها فخاجيل، خصكم تخدموها غير بشويه، يعني ضروري ما كتقطع ولكن غير بشويه خدموها. هنا خديت زلافه درت فيها الزيت مع الزبده دايبه، كندهن الورقه، كدهنوها مزيان باش تجيكم مقرمشه. غنزيد عليها الورقه الثانيه قادها مزيان حتى هي ندهنها بالزبده. هنا غادي ناخذ 2 ديال القضبان، غادي نديرهم في الراس ديال الورقه في الاول ديالها صافي. وغادي ناخذ اللوز غادي نديروه هكا. الا ما بغيتوش ديروه بحال هكا تقدروا ترشوه على الورقه كامله وتجمعوها. انا كتجيني هكا حسن، كيجي باين مزيان. صافي. وهنا غادي نبدا نجمعها. هاد القضبان هما اللي كيقادوا لينا الجمعه، كنشدوا به كنقادوا به الدوره صافي، وكنجمعوا الاولى وكنبقاو بحال هكا حتى كنجمعها كامله. صافي ملي نجمعها بحال هكا نحاول نجمعها بحال اللي كنكمشها باش كيجي الشكل ديالها زوين. هنكمشها مزيان على قد ما تقدروا، كمشوها مزيان. غادي ناخذ المول غندهنو بشويه ديال الزبده صافي. وغادي نحيد دوك القضبان وغادي نعاود نجمعها مزيان، وغادي نكمل بحال هكا حتى نسالي. هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كاملين، هذه اللي كتشوفوا صغيره، بقات لي غير ورقه واحده قلت ما نضيعهاش نعمرها صافي. قبل ما ندخلهم للفران غادي نقطعهم. تقدروا تقطعوا الحجم اللي بغيتو، غير انا هذا كيجيني مزيان، كيجيني الحجم اللي كيجي زوين. الفران راني شعلته من الفوق ومن التحت وخليته كيسخن. غادي ناخذ الزبده، ضروري ندهن هاد ورقه الفيلو كامله، هي كتبغي الزبده دهنه كامله وندخل الفران. بعد ما خرجتهم من الفران كيف كتشوفوا كيجيو محمرين. غادي ندير عليهم العسل وهما باقيين سخان باش يشربوا داك العسل، وغادي نخليهم فيه واحد
بشويه تيشربوه مزيان، ونتلاقاو في الطبق النهائي. ها المعسله ديالنا وجدات، كتجي محمره وكتجي بمذاق اللوز لذيذه، وكتجي مقرمشه وكتجي عامره باللوز كيف كتشوفوا. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. بسلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم، اللي ما مشتركش في القناه يشترك وديروا لي لايك. مع السلامه.